اعلان الاهلي في رمضان، وعايزك تصلي على النبي كده، تعمل لايكك الجميل والسبسكرايب وتنزل تصلي على النبي في الكومنتات. قال لك اعلان الاهلي في رمضان، لعيبه الاهلي كلها عامله اعلانات ما شاء الله، حدث ولا حرج. انتوا يا عم ناس تمام، وبعتوا جبتوا جilberto من انجولا يعمل اعلان وبتاع والدنيا جميله. احمد عوضي ومع رامز، انا اهلاوي ماشي يا عم، اهلاوي يا عم احمد عوضي مش مهم. احمد عوضي يعني يا جدعان مش الناس اللي حاربت في 6 اكتوبر. طب وبعدين دخلت انام واصحى ساعة زمن، قمت لقيت انفجار في الشوارع والتلفزيون وعلى النت. فيها يا جدعان عيسى الوزان. مين عيسى الاهلي جاب صفقه جديده يعني؟ مين عيسى الوزان؟ اكتشفتوها اهلاوي جديد؟ لقيت مره واحده مسلسل والاتحاد بيلعب الاهلي وتيفو معمول وباسم سمره. يا لهوي فيها سيادنا ايه يا جدعان؟ كل لعيبه الاهلي راشقه في اعلانات والدنيا جميله احنا بنشجع الزمالك الكيني يا جدعان ولا انتوا يعني انتوا الحسبه معاكم ايه؟ طب انا بس عايز افهم، ولا يا ام الدنيا ما شالتش غيركم؟ طب نسيب كوكب الارض ونهج منه ونمشي؟ ما هو انتوا بالحال ده خلاص كوكب الارض بقى لونه احمر، يا ملهاش حل تاني قسما بالله. فانتوا بقى الزمالك ده تقريبا من مدغشقر من موزمبيق، يا مش جاي معاكم سكه. طب يا جدعان ما فيش اي حاجه طب لينا يعني؟ ما فيش لاعب عندنا حتى يعمل اعلان لشركه قرص؟ ما فيش خالص اي حاجه. سيبك بقى من كل الكلام ده، وان عم ابو تريكه هيفتتح استاد الاهلي وما شاء الله حاجه جامده الصراحه، والناس عامله حاجه في حياتها ان بيخلدهم اساطيرهم وبتاع، وظهور والده محمد عبد الوهاب الله يرحمه وتخليد الشهداء وبتاع. فقال لك يا عم الاهلي بيجيب اللعيبه. ما هو بص بقى، هو هنا الفرق بقى ما بين الناس المحبه دايما لناديها وما بتشوفش غيره والناس الاونطه. فهم هنا دايما، انا قايل لك الكلمه دي من زمان، ما عندهمش حاجه غير الاهلي. ده بعتوا جابوا جilberto من انجولا عمل اعلان. بص جilberto جه من انجولا في طياره خاصه وروح عشان يقف الوقفه دي والكلمه تطلع ويقول لك مش عارفه ايه وانا القديم وانا الجديد. فهي يا عم الناس دي بتنقل نفسها في حته تانيه. انت هنفضل لحد امتى بقى ماشيين في سكه ميدو قال ايمن يونس راح عمل فول ويبقى عربيه فول، اصل حازم امام بكره هيسوي؟ ما هو ما فيش جديد يا جدعان، بالمنظر ده ما فيش جديد. هنسيب بقى كل ده على جنب. لان مره واحده في اعلان واحد مكتوب عليه زيزو وبيلبس شيرت الاهلي وطالع يجري، يا لهوي. هو انتوا حتى في رمضان مش عاتقين؟ يعني انتوا في رمضان العتق عندكم مفيش يا جدعان؟ ده احنا في ايام حتى مفترجه، يعني احنا في ايام مفترجه. هو انتوا بقى يعني كان الاول زمان الاهلي والزمالك لما بيكسبوا بعض بيحفلوا على بعض، ده دلوقتي بقت التصريحات تحفيل، بقى اللاعب اللي ما يجددش تحفيل. فيها سيادنا انتوا الدنيا عندكم انا شايفها كده بالحال ده زبادي في الخلاط. انا مش بحسبكم، انتوا مفيش حاجه نافعه معاكم قسما بدين الله، ما في حاجه نافعه معاكم. انتوا عديتوا ابا ليفل الوحش، ليفل الحسد. فالله يبارك لكم والله يعينكم على اللي انتوا فيه. طب احنا بقى سيبونا بقى في حالنا، فاهم يعني؟ ادونا ركن في جنب كده على ما نفوق الدنيا شويه، عشان انا مش مستحمله. مش هيبقى في رمضان وشعبان وشوال والصيف والشتاء واحنا يا جدعان بقينا ننام نحلم بالاهلاويه ونصحى نحلم بالاهلاويه؟ فيها سيادنا انتوا مش شايفيننا خالص والله ما بهزر يا جدعان. انتوا ايه الدنيا معاكوا؟ مفيش. بقول لك دخلت انام يعني ساعه بس يا جدعان، ساعه بعد رامز واحمد العوضي ومش عارف. ما هو لازم اول يوم يبقى واحد اهلاوي، مش هيجيبوا لك يعني واحد يقول لك انا زملكاوي. هو لازم البلد كلها اهلاويه اصلا، يعني حاسس ان والله الجدران دي اللي حواليا اهلاويه. ماشي يا عم احمد عوضي خلاص. دخلت انام ساعه وصحيت، بس قمت لقيت باسم سمره وحاجه بتطلع وعيسى الوزان ومش عارف ايه. وبعدين يا جدعان احنا لسه النهارده يعني يا دوب 1 رمضان و2 رمضان، باقي 28 يوم. هتورونا ايه؟
انا عايز افهم، هتطلعوا سلعوه لابسه تيشيرت الاهلي بقى ولا الجديد معاكوا في؟ انا عايز افهم بقى، يعني انتوا الدنيا هتمشوها ازاي؟ انا خايف انام واصحى ولا ابص على 20 رمضان ابص الاقي ديناصور بقى لابس شيرت الاهلي وجاي يكسر البيت عندي. خلاص انا مش شايف ان لها حل بقى. الناس دي وصل بيهم الحال دلوقتي. ده موضوع الاستاد طلع بجد يا جدعان. انا كنت مفكر الحوار هيبقى زي مرتضى وكذب وبتاع، بس الناس دي طلعت فلوس معاها ما شاء الله، صفقات واستاد وبتاع. الصراحه يا جدعان يا بختكم ان انتوا يعني الدنيا معاكم حلوه، عشان بس ما نقولكوش بقى يا بختكم ان انتوا طلعتوا لقيتوا بتشجعوا والاهلي بيكسب وبتاع، عشان احنا واخدين دايما بند ونظل اوفياء، والناس هتفهمني غلط بقول لك ده متزاملك وبتاع، وانتوا عارفين الكلام اللي يقول على حسين لبيب النهارده مجلس اداره فاشل فبيتقال عليه متزاملك. هم في ناس شايفاه ناجح، الزمالك مع حسين لبيب هينزل درجه ثانيه والناس شايفاه ناجح، خلاص مش هينفع نتكلم، لو اتكلمنا يتقال علينا متزاملكين. طلع في اول السنه قال لك جماهير الاهلي قالت له حسين لبيب لو راجل خد لعيب، قال لك هنوريهم ان احنا نادي الرجاله، هاخد لعيبتهم كلها. وربنا حسين لبيب معاه ياخد فراش شغال في الاهلي. لو واحد موظف مشي من الاهلي حسين لبيب مش عارف ياخده، يجيبوا يوظفه في الزمالك. فاحنا الموضوع معانا صعب يا جدعان، فبالله عليكم بلاش تحفيل الايام دي، عشان خلاص احنا بص هلكنا والله العظيم، احنا هلكانين، احنا مش فاضيين لكم اصلا، يعني احنا ملناش مش لاقيين نفس نتكلم فيه معاكم. اتعادلنا والدنيا جميله ماشي يا عم، لكن انت في الاخر انت اللي هتضحك في الاخر. يعني احنا اتعادلنا في نص الدوري وخدنا بونت وانت خدت بونت ووقعناك لبيراميدز وبتاع، وانت يا عم في الاخر انت اللي بتضحك في الاخر، انت اللي بتاخد السمنه كلها ليك. فبالله عليكم يا جدعان احنا مش حمل نشوف زيزو رايح الاهلي، ولا حمل ان احنا بقى نصحى على كوابيس وبتاع، عشان هي الدنيا والله ما مستحمله بقى، والله ما مستحمله. عشان لو في دماغي حصل حاسس انها هيجي لي مرض السلعوه يا جدعان، او مرض التيفوت، ما ملهاش حل وربنا ما لها حل. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، احلى ناس في الدنيا.